عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي في كل مكان؟ عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل معاكم مكرونة بالصلصة وبانيه. هنيجي جنبه بانيه ستريبس. فدلوقتي احنا حطينا الزيت اهو، وحطينا فوق طماطم هتتسبك، بس هعمل عليها جرن فلفل، هقطعه قطع كده زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي اهو. بديها طعم حلو ويبقى فيه ريحة حرارة كده، بيبقى جميل خالص. جربوه وان شاء الله هيعجبكم. وهنا المية اهي حطينا فيها المكرونة عشان تنسلق اهو زي ما انتوا شايفين معانا. حطينا عليها شوية ملح، معلقة، وشوية زيت، بس مشيت الحتة وانا بحط شوية الزيت دي من الثورة اهو. اهو زي ما انتوا شايفين معانا اهو. الطاسة اللي احنا حاطينها الناحية التانية دي هنحط نجلي فيها الستريبس دلوقتي، واهي المكرونة بنجلبها كده بس عشان هنسلقها 3/4 سوا كده، يعني نسلقها 3/4 كده، والباقي ان شاء الله ما المكرونة الصلصة تتسبك هنحطها عليها وهتكمل معاها كده، بس عشان تبقى مفلفلة وحلوة كده، مش تبقى معجونة ان شاء الله. وانا دلوقتي بنجلي الستريبس اهو. والمكرونة دلوقتي انسلقت، هنشيلها ونصفيها، وهنفتح عليها مية من الحنفية علشان السخونية اللي فيها دي تروح اهي. بردها مع بعض. يا رب بس تدعمونا كده، تشتركوا في القناة، تعملنا لايك بس عشان نكبر بيكم معاكم ان شاء الله، والقناة تكبر كده عشان نجيب بس 1000 مشترك اهو. نشطفها كويس كده بالمية، مية عادية من الحنفية اهي. اهي دلوقتي هنقلب البانيه مع بعض الستريبس ده اهو. اهو هنقلبه يتحمر على الوش التاني. دلوقتي دي البهارات اللي انا حاططها، فلفل اسمر، كمون، بهارات اللي هواكي فيه حطها على المكرونه. اللون الاصفر اللي نحط ده دي جميع البهارات، كمون على كزبره على حبهان على جرفه، كله كله. دي خلطه من العطار، انت بتقول انا عايزه البهارات كلها بيعملها لكي، تبقى تحفه. تحطي منها بس مش بتنحط على الطبيخ، يعني بتنحط زي مكرونه كده، بتبقى فيها ريحه حراره كده، بتبقى حلوه، بتديها طعم جميل خالص اهي. تقلبيها كده. انا مش حطيت في الصلصه اي حاجه الا قرن الفلفل اللي انتوا شفتوه. البهارات انا حطيتها على المكرونه المسلوقه بالذات، بتحطيها عليها كده ايه الاول بعد ما تنسلق، يعني على المكرونه نفسها اهي. دلوقتي هنحط عليها الصلصه بعد ما اتسبكت اهي. وبرضو انا مش منشفه الصلصه خالص، سايباها يعني فيها تبقى يعني زي ما انتوا شايفينها كده، علشان انا مش مسويه المكرونه خالص في الايه، مش سلجاها. انا هسلجاها 3/4 سلجة كده، يعني مخلية فيها تكة بسيطة كده عشان تاخد من طعم الصلصة والبهارات اللي انا حطيتها، وهتشوفوها هتبقى تحفة تحفة اهي. هنطلع الستريبس اهو معانا اهو. اهو زي ما انتوا شايفين معانا اهو.
المكرونة بس هنقلبها شوية، هنقلبها في بعض حلو، وهنوطي عليها وهنسيبها ما تاخد من التتبيلة وتكمل سوا. بالله كان طعمها تحفة، جربوها ان شاء الله ومش هتندموا. ومش تنسوا تشتركوا في القناة عشان نكبر بيكم ان شاء الله، وتعملنا لايك وتقولوا لنا ايه رايكم في التعليقات باذن الله. اهي هنسيبها ما تاخد بس، شوفوا اهي جميلة 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 خالص. اهي المكرونة فلفلة وجميلة، كانت ريحتها تحفة وطعمها تحفة. جربوها ان شاء الله مش هتندموا. وجرن الفلفل اللي انا حطيته عاملها حرارة كده فيها كانت خرافة. اهي غرفنا اهو زي ما انتوا شايفين معانا اهو. اهي شفتوا المكرونة عاملة ازاي اهي قدامكم اهي، الواحدة بوحدتها كانت طعمها تحفة خالص. اهو هنرص عليها البانيه زي ما انتوا شايفين اهو، وبألف صحة وهنا على قلبكم. قلنا لا رأيكم في التعليقات، يا رب نقول اعجابكم، مش تنسونا في الاشتراك. مع ألف سلامة.